تقول المدينة المنورة وتسكت. لما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء. يا سلام. فيها فضائل فوق الأرض، فضائل تحت الأرض، وفضائل يوم العرض. اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة. المكتين لا، المدينة ومكة عينين في رأس، لكن المدينة العين اليمنى. الشعراوي كان يقول مكة جلال والمدينة جمال. الله. والنفس تهاب الجلال وتعشق الجمال. الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وتخيل تحت الأرض، يعني المكان تشوف كل قبور العالم موحش، القبر موحش، البقيع مؤنس بالضبط. البقيع يعني تحت الأرض. على أي حال مات الإنسان يدفن في المدينة، إذا كان غلبت عليه معصية يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، غلبت عليه طاعة يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم العرض يعني المدينة يكفي. اللهم حبب إلينا يا باشا الله يسلمك في المدينة مواضع من الجنة. تخيل مواضع من الجنة. بطحان، احنا الآن قريب من وادي بطحان، على ترعة من ترع الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا النص بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، جنة على الحقيقة، لا يوجد أي قرينة صارفة. وفي كلام مرة خطير يا شيخ إلياس، وهو إنه كل هدفك من الدنيا أعمالك في النهاية كل مسلم يشتاق أن يدخل الجنة. تخيل هذا العطاء الرباني موجود في المدينة جوار النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين بيته ومنبري روضة من رياض الجنة. إذا دخل المؤمن الجنة فقد دخل جنة على الحقيقة. الجزاء من كل الأعمال. حتى كلامك بيقولوا يعني مثلا لو أقسمت إنك في الجنة تصير ما كذبت. نعم. صح طبعا، ما فضلا عن تلزمك كفارة يمين، لأنك فعلا في الجنة. والجزاء من العمل، لأنه بعض الناس يقول لك طيب مكة 100,000 والمدينة ب1000 أو أفضل من 1000. العمل كله، كل عمرك وكل أعمالك لماذا تدخل الجنة؟ طيب تعال في المدينة وادخل الجنة. جزاء الأعمال موجود في المدينة، وأفضل البقاع على الإطلاق. سيد عبد الله، آخر شيء وصلنا له إنه أطهر بقعة على وجه الأرض. أفضل بقاع الأرض، يقول القاضي عياض، أجمع العلماء على أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما. يعني هل أفضل مدينة ومكة؟ السيوطي له كتاب الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة. ثم يكمل القاضي عياض عبارته بقوله: اختلفوا في أفضلهما عدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم. انعقد إجماع العلماء على أن البقعة التي ضمت جسد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى روحي له فداء أفضل بقاع الأرض. نظمها أحد العلماء وهو الحافظ البسكري بقوله: جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها، ونعم قد صدقوا كالنفس حين زكى مأواها. فالله أكرمنا بجوار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هو أول من تنشق عنه الأرض بالمناسبة في الحديث: أنا أول من تنشق عن الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي. فلذلك الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله كما أكرمنا بجوار الشفيع النطفة في البقيع بعد طول عمر وحسن عمل وخاتمة حسنة. سيد عبد الله، المدينة نعمة الحمد لله، نعمة على ساكنها، ونعمة على زوارها، على كل ونعمة على العالم الإنسانية. على الخريطة، على خريطة الأرض إنها موجودة. صحيح. المدينة، حدثنا كذا شوي عن الأدب في المدينة. لأنها رحمة للعالمين، العالمين كل ما سوى الله، الرحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج نور ليشرق ويغرب في مشارق. الأدب في المدينة، الأدب بالأدب تنال الرتب. الأدب أصلا أغلى من الذهب. الأدب، الإمام مالك كان لا ينتعل، لا يركب دابة في المدينة، يقول أستحي أن أطأ موطئ وطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل مايل. وسر الأدب اللي لازم الإنسان يفهمه بشكل جيد جدا ويكون عاقل، وهو يقطع له مسافات ضوئية في السير إلى الله سبحانه وتعالى، إنه بيت الرسول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. لو دخلت بيتك كيف تأدب معك؟ المدينة بيت الرسول. يقول ابن المفسرين: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى بدر. فتخيل أنك دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن لمقامه في قلبك ومكانته لديك وفضله ولمكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفضله علينا. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم له فضله عند الله وفضله عليك. سيدة عائشة دعا لها دعاء: اللهم اغفر لها ما قدم وآخرت. فرحت فرح شديد، قال: إنها لدعوتي لأمتي عقب كل صلاة. أنت عارف أنه من أرجى، بعض العلماء يقول أرجى آية في القرآن: ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأنه لا يرضى واحد من أمته في النار. فمن حقه علينا الأدب في مدينته عليه الصلاة والسلام التي هي بيته عليه الصلاة والسلام، فنلزم الأدب، وبالأدب تنال الرتب. والله يرزقنا وإياك إن شاء الله الأدب. بالمناسبة المدينة لا تعرف المكان ولا تعرف الزمان في قلب كل مسلم، ومن تركها رغبة عنها وتنفي خبثها، ومن تركها رغبة عنها أبدلها الله خيرا منهم. وفي ناس في المدينة، في ناس المدينة في قلوبهم. لذلك في مدينة المباني وفي مدينة المعاني. المباني هذه يعني في ناس كثير ما هم موجودين اصلا في المدينة، هم ساكنين لكن عندهم حب صادق اقسم بالله اكثر من بعض ساكني المدينة. فالله يعرفنا قدر المدينة، هذه نعمة ما تنحجب انسان، احيانا ساعات تحجبه النعمة عن المنعم، فلا يكون في غفلة عن هذه النعمة العظيمة، نعمة جوار المصطفى. الان انت من اهل المدينة الحمد لله، شوف في كثير من الزوار وناس تجي المدينة حتى لو اول مرة، مسكين محروم اللي ما جاء المدينة، هو يقدر
وصل المدينة يقول لك أشعر براحة وسكينة وطمأنينة ما أجدها في أي مكان في العالم، حتى في حرم مكة بدون مبالغة. صح. يقول الشيخ صالح المغامسي في إمام مسجد قباء إنه السبب وجود، يعني يقول من الأسباب، يعني يحاول يعلل ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإنه من دخل الجنة يوم القيامة كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها، أي لا يريد أن يتحول عنها لمكان آخر. ومن الأسباب وأعظمها وجود النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بعض الحجاج وبعض الزوار جاء مرة المدينة وأخذ لفة دخل في الأحياء، يقول لم أكن أتوقع إنه في المدينة في مساجد. ليه يا حبيبي؟ طبيعي مساجد مسلمين في أحياء. يقول كنت أحسب كل توسيعات المسجد النبوي الشريف حتى تسع أهل المدينة، لأنه مستحيل أهل المدينة ويفرط في الصلاة في المسجد النبوي الشريف. شوف الصورة الذهنية عن الحجاج والزوار عن المدينة وعن أهل المدينة. ولذلك لازم يكون لنا يعني علاقة، نعيد ترتيب أوراق علاقتنا مع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيبة الطيبة طابة، الله سبحانه بارك فيك حبيبي. كمل عن طابة المدينة في حديث في صحيح مسلم إن الله سمى المدينة طابة، وفي صحيح البخاري إنها طيبة. طابة طيبة حلول الطيب فيها صلى الله عليه وسلم، لأنها طابت بالمطيب عليه الصلاة والسلام. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ إذا لم يجب في حيها ربنا الدعاء ففي أي حي للدعاء يجيبه. فهي يعني مثل العسل ذوقي، مهما لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من البيان أن يصف المدينة، يحتاج أنا لو أكلمك عن العسل لونه بني للدعاء يجيبه. فهي يعني مثل العسل ذوقي، مهما لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من البيان أن يصف المدينة، يحتاج أنا لو أكلمك عن العسل لونه بني وكذا، لكن لو أعطيك ملعقة رشفة بسيطة كيف طعمه؟ هي حاجة ذوقية، من ذاق عرف ومن عرف وصف ومن عرف غرف. فالله يرزق الأدب في المدينة ويكرمنا إن شاء الله بشرف خدمة المدينة يا رب العالمين، ويجعلنا إن شاء الله مماتنا في المدينة وتحديدا في البقيع يا رب يا كريم يا الله، أنا وإياك إن شاء الله